السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الفراخ المشوية بتتبيلة خطيرة جدا وتتبيلة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا اي وقت خالص. وهنعمل معاكم الجلاش المورق الطري بحشو اللحمة المفرومة كده. هنعمله سهل وبسيط واقتصادي وهينجز معانا في اي وقت. يعني الغدا النهاردة بتاعنا اقتصادي وسهل جدا. اول حاجة هندخل على الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. معانا فرخة كلها وراك، ممكن تستخدمي صدور. يعني التتبيله هتمشي معاكي لاي حاجه. حطينا في محلول النقع ومفتحينها زي ما انتم شايفين كده. ومعانا البهارات بتاعتنا، توابل مشويه وتوابل فراخ وسبع بهارات وملح وفلفل اسود وكمون وكركم. ومعانا العسل الابيض بتاعنا او العسل النحل، ومعانا المستردة، ومعانا الكاتشب الحار زي ما انتم شايفين كده. ومعانا الصويا صوص الغامقه، ممكن تستخدمي الفاتحه، يعني عادي الاتنين حلوين. ومعانا كوباية الا ربع من الزيت بتاعنا. ومعانا من 3 ل4 ليمونات، يعني حوالي نص كوباية من الليمون. اول حاجة كده هنجيب بولة عشان ننزل فيها بالتتبيلة الخطيرة بتاعتنا دي. اول حاجة كده هننزل من معلقتين لمعلقة ونص كده من المستردة، على حسب كمية الفراخ اللي معاكي. يعني كل ما الفراخ تكون كتير كل ما تكتري التتبيله. معانا كده معلقتين من الصويا صوص، والصويا صوص في الفراخ جميله جدا. ومعلقتين من الكاتشب الحار، يعني نفس المستردة بالظبط. التتبيله دي خطيره جدا، ممكن تستخدميها لدبابيس الفراخ، ممكن للي وراك كده برضو. يعني لاي حاجه كده في الفراخ انت حباها. معانا كده معلقتين من العسل النحل او العسل الابيض. العسل ده يعني بيخلي الفراخ بتاعتنا طرية جدا جدا، وبيبقى طعمها حلو قوي. ونعصر كده الثلاث او الاربع ليمونات بتوعنا. يعني كده التتبيلة بتاعتنا جاهزة جدا. ومعانا التوابل بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين كده. توابل فراخ، كركم، كاري، فلفل اسود، كمون، ملح، السبع بهارات. اي توابل متوفرة عندك حطيها، بس ما تكتريش برضو. زي ما انتم شايفين كده هنقلب كل التوابل بتاعتنا كلها كده. لا، التتبيلة بتاعتنا بتكون تقيلة يعني، وبيبقى ريحتها جميل جدا. اول حاجة طبعا هنجيب الفراخ بتاعتنا وهنتبلها كويس بالتتبيلة الخطيرة بتاعتنا دي. احنا مفتحينها عشان تشرب التتبيلة بتاعتنا بكل سهولة. يعني ممكن تحط الفراخ دي من بالليل لتاني يوم وتستخدميها بعد ما تتبليها، او ممكن تحطيها ساعتين في التلاجة زي ما انا عملت كده. ولو كنت مستعجلة او ممكن تشتغلي بيها على طول، بس مش هتديكي نفس الطعم الحلو. كل ما التتبيلة بتسيبيها في الفراخ اكتر كل ما بتكون طعمها احلى واحلى. طبعا الفراخ بتاعتنا خلاص جاهزة. هندخلها الفرن معانا لمدة ساعة لساعة الا ربع. ما بتاخدش معانا اكتر من كده، وبيكون طعمها حلو جدا على اعلى درجة حرارة. بعد كده هندخل على عصاج الجلاش بتاعنا. اول حاجة معانا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ومعانا 3 معالق صلصة كده، ومعانا فلفل وطماطم، ومعانا بصل حوالي بصلتين متوسطين. وبعد كده هنجيب طاسة معانا على النار فيها معلقة زيت كده ومعلقتين زبدة. هنسيبهم كده على النار لحد ما يسخنوا كده والزبدة بتاعتنا تسيح. وبعد كده هننزل باللحمة بتاعتنا. هننزل ليه باللحمة الأول؟ هنديها صدمة، بتنزل كل الدهون اللي فيها، والحركة دي بتفرق جدا في طعمها. نبدأ نقلب اللحمة كده أول ما تاخد معانا لون زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ننزل بالبصل بتاعنا. هننزل بالبصل بس. وعصاج الجلاش لو عملتيه بالطريقة دي بيبقى طعمه جميل جدا وبيفرق في طعم الجلاش. هنقلب كده البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده مع اللحمة بتاعتنا، لحد طبعا ما البصل بتاعنا يتدبل كده وياخد معانا لون. بعد كده هنقوم نازلين بالمكونات. احنا لحد دلوقتي ما زودناش بهارات وما زودناش اي حاجة. البهارات مش هنزودها غير في الاخر. بعد كده طبعا اللحمة بتاعتنا نفضل نقلب فيها من تحت لفوق كده عشان ما تلزقش مننا.
هنسيبهم كده يستووا مع بعض. وبعد كده طبعا زي ما انتم شايفين اول ما البصل بدأ يدبل هنزل من ل3 ل4 ورقات لوري، برضو بيفرقوا جدا في طعم اللحمة بتاعتنا. هنقلبهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. يعني البصل واللحمة كده ما بياخدوش معانا اي وقت خالص، يعني على ما تجهزي العصاج يكون طلعت الجلاش من الفريزر، يكون فك معاكي، هتبقى كل حاجة معانا سهلة ان شاء الله. هننزل كده بالطماطم بتاعتنا طبعا، ومعانا صلصة. الطماطم بتطري اللحمة بتاعتك جدا وبتخليها جوسي وطرية قوي قوي، وطعمها حلو جدا، ويعني وبتخلي فيها صوص تقيل كده. يعني حابة مش حابة تحطي طماطم وتحطي صلصة بس، تمام، العكس براحتك اللي انت عايزاه. يعني هتقدري تعملي اللي انت حباه في اللحم. هننزل كده من المعلقتين ل3 معالق صلصة، بس طعمهم بيفرق جدا. يعني الصلصة بتاعتك تفرق، وممكن تحطي عصير طماطم لو مش مسبكة صلصة او كده، يعني اللي انت حابة. وممكن معلقة كاتشب برضو، يعني اي حاجة متوفرة عندنا ممكن نحطها، بس الصلصة بتدي قوام تقيل للحمة وبتخليها تقيلة جدا، ويعني بتبقى طعمها طري قوي. بعد كده بعد ما نزلنا بالصلصة هننزل بالتوابل بتاعتنا، ملح وكمون وفلفل اسود والسبع بهارات وجوز الطيب. جوز الطيب بتفرق هنا في عصاج اللحمة بتاعنا، يعني طعمها بيبقى حلو جدا. هنقلب التوابل كده في اللحمة بتاعتنا والخضار بتاعنا، ونقلبهم كده لحد ما نتأكد ان اللحمة بتاعتنا يعني وصل لها التوابل بتاعتنا كلها. زي ما انتم شايفين طبعا اللون بدأ يتغير، خلاص اللحمة بدأ ينزل منها صوص كده تقيل. بعد كده المكون الأخير بتاعنا وهو الفلفل، وما نزودش فلفل كتير، يعني حوالي يعني واحدة فلفل كده نقطعها زي ما انتم شايفين، وبنحط الفلفل في الاخر عشان يحتفظ بلونه ويكمل طبعا سوا معانا في الجلاش. هو كده كده ما بياخدش سوا اصلا. زي ما انتم شايفين احنا كده جهزنا العصاج بتاعنا. هنسيبه من حوالي ل3 ل4 دقايق كده على نار متوسطة ينزل الصوص بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده اللحمة معانا بقت طرية جدا وبقت جوسي كده، خلاص جهزت معانا. بعد كده طبعا مجهزين معانا الجلاش بتاعنا والشوربة بتاعتنا او المرقة بتاعتنا وكوباية لبن وكوباية من السمنة البلدي، وده الجلاش بتاعنا اللي احنا هنستخدمه. اول حاجة هنجيب القالب بتاعنا ندهنه كويس كده من السمنة زي ما انتم شايفين، وبعدين ننزل بورقتين، يعني رقين كده من الجلاش، ورقتين من الجلاش، وكل ورقتين من الجلاش ندهنهم من السمنة زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما نكترش سمنة، او ما بين كل رقين ممكن ما بين كل 3 رق، يعني ما نكترش سمنة عشان الجلاش بتاعنا ما يبقاش تقيل ونعرف ناكله. يعني كل رقين كده، ونحط مكانهم السمنة على طول. طبعا تغطي الجلاش بتاعك وانت بتستخدميه عشان ما ينشفش منك، لو انت تستخدميه بسرعة كده زيي يعني على طول كده. يعني هنحط ورقة جلاش تحت وورقة جلاش فوق، يعني هنستخدم 2 ورقة جلاش. ما بين كل رقين ورقين كده نحط معلقة سمنة حلوة كده، ونخلص الراق بتاعنا كله كده، وبعدين هنحط الحشو بتاعنا في الوسط. يعني تخلصي ورقة الجلاش الأول كلها، وبعدين تحطي الحشو، وبعدين تستخدمي الورقة التانية، أو لو هتستخدمي ورقة بقى يبقى نص ورقة تحت ونص الورقة فوق، وتحطي الحشو بتاعك في الوسط. اخر طبقة بقى من ورقة الجلاش بتاعتنا هننزل عليها بمعلقتين السمنة كده، يعني نكتر في الخطوة دي سمنة، لان احنا هنحط اللحمة بتاعتنا بعد كده. زي ما انتم شايفين اللحمة لونها احمر جدا وطرية خالص جدا وجوسي كده. طبعا احنا هنشيل الورق اللوري ده، يعني مش هنسيبه فيها. احنا بنفرد كده اللحمة بتاعتنا في الصينية كلها زي ما انتم شايفين، فردناها كلها. ومعانا جبنه كده موتزاريلا، ممكن جبنه شيدر، ممكن ميكس كده من الجبن تحطي، بتدي مطه جدا في قلب الجلاش وبتدي طعم حلو جدا. بعد كده طبعا انا هطبق الورق، يعني الورق الزايد ده من الجلاش هطبقه كده عشان اقفل على الحشوه بتاعتي، عشان اما احط الطبقه اللي فوق هقفلهم من تحت وما اخليش الحشوه بتاعتي تخرج.
زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده طبعا هجيب الجلاش، ورقة الجلاش التانية، وهعملها كده برضو من السمنة، وهخلص الجلاش بتاعي كده كله. وبعدين نرجع زي ما انتوا شايفين خلصنا الجلاش بتاعنا كله، وبعدين هنجيب السكينة بتاعتنا ونقطعه. طبعا لازم نقطع الجلاش قبل ما ندخله، عشان لو خرجناه يعني ايه مش هنعرف نقطعه بكل سهولة، بس لو طريقة ان شاء الله هنعرف نقطعه مع بعض. زي ما انتوا شايفين هنقطع الجلاش بتاعنا، تقدري تحبيه بالطريقة، تقدري تقطعيه بالطريقة اللي انت حباها. يعني اهم حاجة تقطعيه كويس جدا زي ما انتوا شايفين، مورق وطري. واهم حاجة تستخدمي نوع جلاش كويس عشان ما يكونش بينشف منك، او ما بيشربش السمنة واللبن والحاجات اللي احنا هنحطها له دي. زي ما انتوا شايفين احنا قطعنا ورقة الجلاش، بعد كده هننزل عليها بقى يعني بشوية سمنة حلوين كده من الفوق. السمنة كده هتطري الجلاش بتاعنا. بعد كده طبعا معايا طبق كده او بولة هنزل فيها بكوباية الشوربة او المرقة بتاعتنا، وكوباية لبن. انا طبعا بحتفظ بالمرقة والشوربة اللي باقية من الفراخ او البطة والحاجات دي في الفريزر، وبطلعها في الوقت اللي زي ده بستخدمها. احط عليها معلقة من الفلفل الاسود الصغيرة ومعلقة من الملح زي ما انتم شايفين كده، وندوبهم مع بعض. وبعد كده هنزل بكمية السمنة بتاعتي اللي باقية ونقلب كده. ومعانا معلقة من البيكنج باودر بيورق الجلاش بتاعنا كده، ويخليه يعني ايه ينفش كده، ويبقى له توريقة من جوه، ويبقى هش كده، ما يبقاش لازق في بعضه ومكتوم. بعد كده هننزل بكمية الخلطة بتاعتنا او الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه. وطبعا يعني نفضل نهز في الصينية كده لحد ما تشرب الخلطة بتاعتي اللبن اصلا بيطر الجلاش. يعني انت ممكن تستخدمي لبن وما تحطيش شوربة، وممكن شوربة وما تستخدميش لبن، بس الاتنين مع بعض بيبقوا كويسين جدا. ونجيب بقى شوية من الجبن كده نرش عليها من فوق كده، تدينا يعني مطة ولون وشكل حلو كده للجلاش. وندخله على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق. بعد كده زي ما انتم شايفين الفراخ يعني ما شاء الله منزلة صوص جميل جدا وحلوة، والجلاش بتاعنا طري وطعمه حلو جدا ولونه جميل جدا جدا، ويعني مورق معانا من جوه وحلو. زي ما انتوا شايفين الجلاش بتاعنا طري، هو سخن بس عشان مش عارفه امسكه، ومورق وحلو جدا. واللحمه بتاعتنا طريه جدا ودايبه ومستويه، ما خدتش مننا غير ساعه بس في الفرن. وقطعنا معاها شويه خضار وعملنا سلطه خضراء. والصوص بتاعنا يعني لو انت عامله رز او بالمعلقه كده وهتاكليه، وشويه خيار وشويه مخلل. والغدا بتاعنا كان جاهز معانا، وكان سهل واقتصادي جدا، يعني مفيش فيه اي صعوبة، حضرناه بكل سهولة. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. استنونا في فيديوهات تانية كتير وصفات احلى يعني. وما تنسوش اشتراككم في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اعجابكم بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.